رغم كده انه كان بيشتغل سواق شاحن، وبعد فترة بدأوا انهم يروحوا مناطق مهجورة عشان يتعاطوا المخدرات هناك، وهناك اتعرف على بنت واتجوزها واللي كانت بتتعاطى مع المخدرات. عاشوا مع بعض فترة بمبدأ هات سيجارة جرة خد سيجارة جرة، وكمان بقى عندهم ابن لحد 1994 لما خلص جو شغله ورجع على بيته عشان يكتشف ان مراته سرقت كل ممتلكاته وخدت ابنه وهربت مع عشيقها واصحابه المدمنين. اتجنن جو ساعتها وبدأ يدور عليها في كل مكان لحد ما لقى راجلين مشردين كانوا نايمين تحت الجسر، وعرف ان هما كانوا على علاقة بيها، فبدون سابق انذار هاجم عليهم وعامل معاهم القلاشة بالمعنى الحرفي، وبعدين قتلهم. وبعد ما خلص لقى راجل كان بيصطاد وشاف اللي حصل فقتله هو كمان، وبعدين رمى جثث التلاتة في النهر، ولكن المرة دي اتقبض عليه